أحببته إلى الأبد. ماذا تريد؟ العامر، أين ابن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري؟ أبو عبيدة؟ نعم، أبو عبيدة بن الجراح. أبي ما بك يا ولدي؟ ما الأمر يا عبد الرحمن؟ مر بي رجل غاضب يخرج الشرر من بين عينيه، يريد أبا عبيدة. يريد أبا عبيدة؟ هل أخبرته بمكانه؟ كان نصل السيف في عنقي، لو لم أخبره لقضى علي. ويحك ويحك، لقد قتلت أبا عبيدة يا ولدي. لم أرى أبا عبيدة بيننا اليوم يا ابن عوف. لقد طلب الوحدة فخرج إلى الخلاء. رأيته صامتا ساكتا بجانب جذع نخلة، فلم أشأ أن أعكر صفوه وتأمله. منذ أن عاد أبو عبيدة إلى مكة مع من عاد من المهاجرين وهو على تلك الحال، يجلس ويفكر ويطول به التفكير بالرد على الإساءة بالإساءة. عبد الرحمن بن عوف، ماذا عنيت؟ سينتهي الأمر إلى الرد على القتال بالقتال. عددنا قليل وعددهم عدد حبات الرمال. يا ابن سعد، هم يحملون سيوف الباطل، أما نحن فإننا نحمل سيوف الحق. نعم يا ابن عوف، نعم، لا سبيل إلى رد كيدهم وغدرهم إلا بأسلحة الإيمان، الصبر والتقوى. ثم بعد ذلك لا بأس إن قامت فئة قليل عددها لتنازل فئة عددها كثير وسلاحها وفير. لقد ذقنا من الصبر أمره ومن العذاب أشده. متى؟ الجواب عند النبي، الجواب عند الرسول الكريم يا ابن سعد. من رأى أبا عبيدة؟ تراه في خبائه إن هو عاد من الفلاء. لا أحد في الخباء. أين هو يا ابن عوف؟ تركته عند شجرة نخيل بجانب البئر. ما الأمر؟ عبد الله يبحث عنه. سنخرج لنمنعه. لا نفعل هذا. أنت تعلم يا عبد الرحمن، أنت تعلم أبو عبيدة يحترمه ويجله ولا يريدنا أن نعترض طريقه. أو ندعه ليقتله؟ لا تخف، لا تخف، سأتصرف بوعي وحنكة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يا رب العالمين، ألهمني الإقدام إذا كان الإقدام عزما، وألهمني الإحجام إذا كان الإحجام حزما. اللهم إني آمنت بدعوة الحق ورضيت بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. اللهم أتوب إليك فاغفر لي ما تقدم وما تأخر من ذنوبي يا مجيب الدعوات.
ممن يختبئ أبو عبيدة، وهو الذي إن سل سيفه فرت الأعداء من وجهه فرار الإبل الشاردة. معاذ بن جبل، ماذا تفعل في أرض خلاء؟ يتبادر إلى ذهني نفس السؤال يا أبا عبيدة. أنا جلست مفكرا، أفكر في ليلة مباركة، يوم زحفت ليلا وقرعت الباب قرعا خفيفا، وكان بجانب أبو أسامة، ثم أطل علينا غلام وسألنا عما نريد. قلت: أريد رسول الله. فأمرت بنبذ الأوثان والأصنام تلك التي لا تضر ولا تنفع، ودعيت إلى اتباع الصراط المستقيم. هذا كلام يدخل في نفسي، وما جئته إلا مبايعا ومصدقا يا معاذ. إيه، وتحملت مع الجميع الشدة والضيق والعذاب في سبيل الله. جميعنا قاسينا اتقاء لأذى قريش. إنهم يتمسكون بدينهم الوثني، يعذبون إخواننا، يضيقون علينا. لا سبيل لنا إلا القتال ردا على القتال. إن الله يا أبا عبيدة يمتحن الضمائر ليعلم الصابر وغير الصابر. هيا بنا. مهلا، إلى أين؟ نجتمع بالإخوان. لنبقى هنا قليلا ثم نذهب يا أبا عبيدة. معاذ. نعم. أعلم أنك جئت محذرا. هيا بنا، لقد مضى. رأيته إذن؟ رأيته، مر من هنا شاهرا سيفه يريد دمي. كن حذرا إذن يا عامر، قد يغدر بك. هو أمر الله، ولن يصيبني إلا ما كتب لي. منذ زمن بعيد وهو يبحث عني بالسر والعلانية. كل ما أرجوه أن لا أقابله وجها إلى وجه. نعم يا معاذ، أرجو هذا من كل قلبي. حماك الله يا عامر، حماك الله من كل سوء. جميعنا يتطلع إليك ويحتمي بشجاعتك ويرى الأمل في نصل سيفك. حماك الله يا أبا عبيدة. تلك غزوة بدر، أخيرا نهضت فئة صغيرة سلاحها الإيمان لتدافع عن الحق، لتزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. أو تجلسون هنا بينما إخوانكم يقاتلون الباطل؟ أعداؤكم يريدون منكم أن تعودوا إلى عبادة الأوثان، إلى عبادة حجر أصم. هيا هيا وانظروا إلى أبي عبيدة، بيده سيف من سيوف الحق، سله مدافعا عن دينه. لكن صاحبك هرب. هرب؟ أبو عبيدة يهرب؟ نعم، هرب من وجه فارس عجوز. عامر، لم الانهزام يا عامر؟ لم الهرب؟ دع ربك الجديد يعطيك الشجاعة، ضع ربك الذي تعبد يعطيك القوة لتواجه رجلا عجوزا يا عامر. غضبنا في قريش غضب عظيم، وغضبي منك لا يهدأ حتى أخضب هذا السيف بدمائك. مهلا، لن أقرع السيف بسيفك، ولن أشهر سلاحي في وجهك. أنا لا أريد معك قتالا أو نزالا. عد إلى آلهتك وآلهة أجدادك واترك ما أنت فيه من البدعة يا عامر. بل أدعو لك دعوة صالحة كي يمن الله عليك بالإيمان لتترك عبادة الأصنام. حكم العقل وأغمد سيفك. خذ. أطفئ جوزة الغضب، انظر إلى وجهي. أو يهون عليك أن أقتل بسيفك؟ أن تقتل بسيفي
هو كل ما أتمنى أن أخضب الرمال بدمائك، حلم يقض مضجعي. استمع إلي ولا تجعل هذا اليوم في حياتك أشد ظلاما من وحشة القبر، بل هو يوم فرح، يوم فرح وأتراح. قريش تقتل أصحابك وأنا أقطع جسدك بنصل هذا السيف. اغمده واطلب الأمر الذي تريد، أكن لك طائعا بإذن الله. لا خيار لك يا عامر، لا خيار لك سوى أمرين: أن تقتل بهذا السيف أو أن تعود إلى دين أجدادك. أعبد حجرا أصما لا نفع ولا ضرر منه، أعبد حجرا أصما بعد أن أمعن الله علي بالصراط المستقيم. لا، لن أترك ما أنا فيه حيا أو ميتا. لقد طلبت المنية إذا بحد هذا السيف. كف السيف واعقل، هذه صرخة من أعماق نفسي تتوسل إليك. أعد إلى ما كنت عليه من دين أجدادك إذا أردتني أن أحقن الدماء. إلا هذه، ولو أنت خيرتني بين نعيم الدنيا وكنوزها على دين أجدادي أو الموت على دين الحق، فلم أختار إلا الموت في سبيل دعوة الحق. لك ما طلبت إذن. لا تقرع السيف بالسيف، عد أدراجك، عد من حيث أتيت. إني أرجوك، إني أتوسل إليك. اجلس هنا ودعني أعتني بك. هنيئا بالنصر. تشتت جمع قريش بعد أن زحفوا ب1000 مقاتل و100 فرس غير الإبل. عددنا لم يكن يتجاوز ثلث عدده، ولم يكن معنا سوى فرسين فقط. كان الرأي أن يعسكر المسلمون بجانب البئر، وهكذا فعل. إلا أن الأعداء أدركوا ذلك الأمر، فقام رجل من عبدة الأوثان وأقسم أن يشرب من البئر أو أن يهدمه. ذلك الرجل خرج إليه حمزة عم الرسول فقتله. إلا أن أبا عبيدة قد فر من وجه رجل كان يتتبع آثاره في المعركة. سمعت ذلك وتعجبت. أنا رأيته بعيني، أبو عبيدة يكر ولا يفر. كانت المعركة على أشدها عندما لمح أبو عبيدة ذلك الرجل، فأخذ يحيد من وجهه، وذلك يأبى إلا أن يقاتله. ترى أين هو الآن؟ أين أبو عبيدة أيها الأنصاري؟ تركته على تلك الحال، الرجل يهاجم وهو يفر من وجهه، أبو عبيدة يكر ولا يفر. لما فعلت هذا؟ لما قتلتني يا أبي؟ تنازعتني عاطفة إيماني وحبي لك. رباه، يا رب السماء والأرض، لقد قتلت أبي، بل هو الذي قتل نفسه بيدي، هو الذي قتل نفسه بيدي. أبتاه، سامحني يا أبتاه،
لقد قتلت نفسك بيدي. سامحني يا أبتاه، لقد قتلت نفسك بيدي. سامحني يا أبي، لقد قتلت نفسك بيدي. سامحني يا أبي، لقد قتلت نفسك بيدي. أبا عبيدة، دعني، لم أعد أستطيع النوم. أرى وجهه أينما حللت وأينما ارتحلت. دعني، إن عيني تصوران لي ما جنت يداي. كان ذلك أقوى من الصبر، أقوى مما أتحمل. لقد قتل نفسه بيدي، قتل نفسه بيدي. الرسول الكريم يدعوك إليه. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هدأت نفس أبي عبيدة بعد زيارته للرسول الكريم، وطابت نفسه أكثر عندما أدرك أنه لم يكن مذنبا حين قتل أباه. سمعت شيئا دخل في نفسي فأزال كربتي وطرد الوحشة من صدري. هنيئا لك أبا عبيدة، هنيئا لك يا ابن الجراح. أبليت البلاء الحسن في غزوة أحد، لكن غزوة أحد كانت وبالا علينا بعد انتصارنا في معركة بدر. بدأ يوم أحد بنصر المسلمين وانتهى بخذلانهم، لأننا انصرفنا عن ثواب الآخرة إلى متاع الدنيا. أقبل أبو عبيدة وسط غبار المعركة إلى المكان الذي كمن فيه رسول الله، فلم يجد حوله إلا أبا بكر، والرسول دام الوجه قد دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر. هنيئا لك أبا عبيدة. كان أبو بكر ينظر تارة إلى ذلك الفارس الطائر على جواده، ثم يتأمل تارة بوجه الرسول الكريم وهو لا يدري ما يعمل. أسألك بالله يا أبا بكر، ألا تركتني فأنزع الحلقتين من وجنة رسول الله؟ هكذا قال أبو عبيدة حين وصل. يقال أخذ أبو عبيدة بسن من أسنانه إحدى الحلقتين فنزعها بشدة وسقط على ظهره، وسقطت سن أبي عبيدة. ثم أخذ بسنه الثانية الحلقة الثانية فنزعها وسقط على ظهره، وسقطت سنه الثانية. ومنذ ذلك اليوم صار أبو عبيدة أثرم الفم. حين يعظم الإيمان في صدر الإنسان تصغر الدنيا في عينيه ويستخف بالموت في سبيل الله. ولكن أين أبو عبيدة اليوم؟ هنا، أما غدا فإنا راحلون. إلى أين؟ أرسل عمرو بن العاص يطلب النجدة، وقد صدر الأمر إلى أبي عبيدة للتوجه غدا لنصرته. عمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح في معركة واحدة؟ ترى من يقود الجيوش؟
هذا قائد وذاك قائد. جميعنا يعرف حب عمرو بن العاص لمركز القيادة، ولكن أبو عبيدة لا أمير عليه. أو يختلفان يا معاذ؟ لا أعرف، ذاك عظيم بين الفرسان وأبو عبيدة أعظم. قيادة الجند لا تليق إلا بابن الجراح. عمرو بن العاص هو الآخر، أثبت جدارته في الحروب وهو قائد بارز بارع. غدا نسمع بخبر ما يحدث بين القائدين العظيمين. أهلا بك يا أبا عبيدة، أهلا بك يا أمين الأمة. كنت في قلب ابن العاص رغم المسافة التي تفصل بيننا. سلام من الله على القائد المؤمن. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وجودك هنا أزال الشك من نفسي والخوف من قلبي. ما أخبارك يا ابن العاص؟ أشرفت على ماء يقال له السلاسل، ولكن تملكني الخوف على جنودي وهم قلة، فأرسلت أطلب المدد. جئت إليك مع جماعة من المهاجرين وفيهم أبو بكر وعمر. الحمد لله الحمد لله، جئت بالخير والنصر يا أبا عبيدة. إذن فوق هذه التلة توزع جنودك؟ نعم، موجودون بالقرب من ماء السلاسل. أن نكون قرب الماء أمر لا غنى عنه. حسنا فعلت يا ابن العاص. سأضع خطة تقينا شر الأعداء إذا ما تقرر القتال. ما بك يا ابن العاص؟ أقرأ على وجهك كثرة التفكير. يا أبا عبيدة، إنما جئت إلي مددا وأنا قائد موقعة ذات السلاسل. ما جوابك يا أبا عبيدة؟ وماذا تريدني أن أجيب؟ لا أعرف، كل منا قائد وكلانا في موقعة واحدة. هناك جنود ينتظرون الأوامر من أحد منا. إذن واحد منا هو الذي يجب أن يتولى قيادة الجند. من؟ إنما أنت جئت إلي مددا. أرى على وجهك شيئا خفيا يخالج نفسك يا ابن العاص. أدركت ما أرمي إليه يا عامر. أوصاني رسول الله قال: يا أبا عبيدة، إن جئت عمرا فلا تختلفا، فإن عصيتني يا عمرو أطعتك، وإن عصيتني يا ابن العاص أطعتك. مات، وما أروع الموقف الذي وقفته مني، وما أضيق الموقف الذي وقفته منك. أتميل إلى الاستقلال في النفس وإلى التفرد في الرأي لتضمن سلامة الجنود ونجاح المعركة. نعم والله، أن أحقن دماء المسلمين هو ما أسعى إليه. لك الطاعة أيها الأمير. أبو عبيدة منذ الآن يعمل تحت إمرتك، فهات ما عندك من أوامر. أبا عبيدة، لك الطاعة، مرني فأنفذ أيها الأمير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أسمعتم الخبر؟ أسمعتم خبر أبي عبيدة؟ ذاك خبر سمعناه منذ وقعة ذات السلاسل، يوم أذعن أبو عبيدة لأوامر عمرو بن العاص. لا، بل أحمل خبرا جديدا، فوقعة السلاسل مضى عليها الزمان وعفى. وما الخبر الجديد؟ قيس بن سعد هنا، ولم يسمع أحد الخبر منه. ألم تحدثهم يا قيس
وأنت الذي كنت بصحبة 300 من المهاجرين والأنصار في غزوة الخبط. هات وأخبرنا يا قيس بما أخفيته عنا. أنا أخفيت شيئا مهما، وقصة غزوة الخبط يعرفها الجميع. أو يعلم الجميع أنك نحرت لهم 9 أباعر مما تملك يداك فأكلها القوم؟ كان أبو عبيدة في غزوة الخبط أميرا على 300 من الأنصار والمهاجرين، وقد زودهم رسول الله بجراب من تمر قبل خروجهم. وكان ابن الجراح يقبض لهم قبضة ثم ينثرها عليهم ثمرة ثمرة، وكان أحدهم يلوكها بفمه ويشرب الماء حتى نفذ ما في الجراب. إلا أنهم جاعوا جوعا شديدا ومالوا إلى ورق شجر الخبط وأكلوا منه. ولما بلغوا الشاطئ، مهلا قبل أن يبلغوا الشاطئ، نحرت لهم يا قيس بن سعد 9 أباعر فنهاك عن ذلك أبو عبيدة فانتهيت. نعم. وبعد؟ ولما بلغوا شاطئ البحر وجدوا حوتا كبيرا ميتا، فانقضوا عليه ونهشوا من لحمه حتى شبعوا. ونصب أبو عبيدة أحد أضلاع الحوت فسار الراكب يمر من تحته لضخامته. ولما عادوا إلى المدينة ذكروا ذلك للرسول، فقال لهم الرسول الكريم: كلوا رزقا أخرجه الله لكم. وذكروا له أيضا ما صنعت يا قيس بن سعد، فقال الرسول الكريم: إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت. كيف لا يمدح الرسول الكريم رجلا لقي قومه في مأزق فكشف عنهم؟ هنيئا لك يا ابن سعد. هنيئا لك يا ابن سعد. كن أمام غزوة تافهة كانت حربا نهضت بها أمة. ألم أقل لكم بأن تصالحوا؟ ولكنكم أبيتم واستكبرتم. أعواننا كانوا بانتظار نتيجة عكسية. بانتظار نتيجة عكسية؟ لقد خسرنا في اليرموك وسنخسر الشام كلها. ألم أبعث إليكم يوما بالنصيحة؟ ألم يسمع أحد منكم نصيحتي؟ أما وردت رسالتي إليكم؟ بلى. ماذا قلت فيها؟ أجبني. قلت لنا والله لأن تصالحوهم على نصف ما يحصل من الشام. نعم، تلك كانت نصيحة. فوالله لأن تصالحوهم على نصف ما يحصل من الشام ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم أحب إليكم من أن يغلبوكم على الشام ونصف بلاد الروم. هكذا قلت، هكذا كتبت، تلك كانت نصيحتي إليكم. لكن الأعوان أنكروا هذا الأمر وتفرقوا عنك، وكاد العصيان أن يقع أيها الملك هرقل. العصيان؟ العصيان ضد النصيحة؟ أين نحن الآن؟ أين أنا الآن بعد أن سرت بكم إلى القتال؟ هيا أجبني أيها القائد. أنت في وضع لا تحسد عليه. نعم، أنا في وضع لا أحسد عليه. أنا محاصر، أبو عبيدة في جانب وخالد بن الوليد في الجانب الآخر. ماذا نقول للأعوان؟ أهل دمشق ثائرون لا يدرون ما الحال، وخالد بن الوليد نجح في فتح أحد الأبواب، وجنودنا تعبوا من المعركة. لقد خسرنا المدينة. أنا إلى جانبك أيها العظيم هرقل، إلى جانبك في الحرب وإلى جانبك في السلم، والرأي عندي أن نطلب الصلح. الصلح؟ وممن نطلب الصلح؟ من خالد بن الوليد؟ وقد أنذر حتى تعب من تلقي الجواب ففتح عنوة أحد الأبواب. لا، من أبي عبيدة، وهو القائد الجيوش.
أبو عبيدة. أبو عبيدة بن الجراح. لقد سمعت أنه ذو قلب رحيم، وهو لا يزال خارج المدينة. نعم، لا يزال خارج المدينة، ومن حقك أن تتصرف كما تشاء حسب قواعد الحرب أيها العظيم هرقل. ارحل مع بعض الأشراف واطلب الصلح من أبي عبيدة، وقل له ادخل إلى دمشق وامنعنا من أهل ذلك الجانب. كيف ترى الأمور اليوم يا أبا عبيدة؟ إنها ما زالت على حاله. أنا هنا وخالد على ناحية الباب الشرقي. الليلة يبلغ الحصار 70 ليلة. إنهم معتصمون في المدينة ينتظرون وصول الإمدادات. إن هرقل ملك الروم أصبح قريبا من حمص، أتى بنجدة إلى دمشق لكني منعتها. عينك تبقى أبدا ساهرة. وخالد؟ لا أعرف من أخباره شيئا، إنما أطمح يا معاذ إلى حقن دماء البشر، لذلك أحاصر ولا أهاجم علهم يطلبون الصلح. هل توافقهم على صلحهم إنهم طلبوا ذلك؟ نعم، لم نأتي لكي نقتل الناس يا معاذ، إنما جئنا بالهداية. والعرب وغير العرب في البلاد التي يحكمها الروم يعيشون عيشة الجاهلية. القوي يستضعف من لا قوة له، وصاحب الحق يستغيث فلا مغيث له. إنهم يستعبدون الناس وقد خلقوا أحرارا. واجبنا حماية السكان من الظلم والجور والظلام. أتساءل إن كان خالد يوافق على هذا الصلح. يوافق عندما تأتيه أوامري. وفد من الروم يسعون إليك أيها القائد. أهلا بهم يا عبد الرحمن، أفسحوا لهم الطريق. إذا كانوا رسل الروم فقد أتوا بالصلح يا أبا عبيدة. أرجو هذا يا معاذ، أرجو هذا من كل قلبي. التحية للقائد العظيم ذي القلب الرحيم أبي عبيدة بن الجراح. نحن رسل الروم إليك. وعليكم وعلى الروم السلام ورحمة الله وبركاته. إلينا بالماء البارد، فالطريق شاقة ووعرة. على الرحب والسعة، تفضلوا بالجلوس. نعم، إذا أتيتم من أجل حقن دماء البشر. هرقل مليكنا يعلم أنك على خلق عظيم، ويعرف أنك ذي قلب رحيم، يريد أن تحقن الدماء كما توقعت، لذلك جئنا بطلب الصلح إليك. أبلغ العظيم هرقل أننا ميالون إلى السلم حيث أمكن السلم، وأن القتال لم يستطع أن يجردنا من المعاني الإنسانية. إن الروم يعرفون ذلك، لهذا نلجأ إليك أيها القائد كلما أسقط في أيدينا. على الساكنين السلام. أنا أكره الدماء من أي جانب هدرت. إن التسامح الكبير هو الطريق إلى قلوبنا. أبلغ هرقل والساكنين جميعا أن حريتهم وسلامتهم في بيوتهم ومعابدهم أمانة في عنق أبي عبيدة. أهنئك على تجردك من حب الذات، وأتقدم بالشكر لمنحنا هذا الصلح. سلام عليكم ورحمة من الله أيها القائد.
أكرموا ضيوفنا يا رجال. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أنت أيضا عدت، تفضل. لا وقت للجلوس، عدت أحمل بعض الرسائل ولن أمكث طويلا، يجب أن أعود إلى حمص. لله درك يا أبا عبيدة، دخل حمص صلحا وحقن المزيد من الدماء. أبو عبيدة مكيث بطيء يميل إلى التريث ودرس الظروف، بينما خالد بن الوليد يميل إلى الحركة والانقضاض. ماذا تفعلان هنا؟ اطمئن، لن نمكث طويلا، نحن أيضا لدينا واجبات. نرحل غدا بإذن الله، إنما أتينا لبعض الوقت. أستودعكم الله، يجب أن أسلم الرسائل لأعود مسرعا. بأمان الله. تعلمون أن هرقل تخلى عن حلب؟ كيف لا نعلم يا عبد الرحمن؟ بعد أن تحصن أهلها أدركوا أن هرقل قد تخلى عنهم، فطلب الصلح والأمان على أنفسهم وأولادهم. ليس أبو عبيدة من صالحهم. لا، إنه عياض، إلا أن أبا عبيدة هو الذي أجاز عياضا ودفعه إلى ذلك. كذلك وقعت أنطاكيا صلحا. لا دماء تراق هدرا مع أبي عبيدة. أستودعكم الله. بأمان الله. إلى ما تنظر؟ وعليك يا سوريا سلام ما بعده لقاء. جهز لنا القافلة، لا معقل لي سوى القسطنطينية. تلك الهزيمة حبكتها لنا روح قاطرة على الحرب والصبر. الناس في البلاد التي سنتركها وراءنا سعداء بأعدائنا، لأنهم منحوهم ما حرمناهم نحن منه. يقرئك السلام ويطلب منك أن تقبل هذا المال. وما حاجتي إليه؟ ما حاجتي إلى متاع الدنيا أيها الرسول؟ استعن به على مصاعب الحياة وأنت الذي تعيش عيشة الكفاف. والله ما حملت سيفي من أجل حياة أفضل أو من أجل جاه أو مال، بل من أجل حسنة أكتبها لنفسي تكون زخرا لي عند ربي. هات المال. يا معاذ، يا معاذ بن جبل. لبيك أيها القائد. قسم هذا المال على المساكين والمحتاجين وأبناء السبيل. أمرك مطاع يا أمين الأمة. رأيت منك ما لم تره عين ولم تسمعه أذن. احمل سلامي إلى الخليفة وأيضا شكري على عطيته. نبلغه السلام. أستأذنك بالانصراف. مع السلامة، في أمان الله. وددت أني كبش فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. والله لو أراد أبو عبيدة أن يسكن الدور والقصور لما منعه أحد من ذلك، فلماذا يعيش عيشة الكفاف في دار وضيعة وهو الذي يتسابق القوم إلى كلمة رضاء منه؟ حياة أبي عبيدة حياة تشع بالرجولة والجرأة والإيمان وبنظافة الكف وبإخلاصه للدين وللأمة. ما فتنته الإمارة عن نفسه ولم تشغله الدنيا عن محاسن الآخرة.
بساطة في المظهر ومثال رائع في الزهد. هنيئا لك عند ربك يا أبا عبيدة. أراد عمر بن الخطاب على ما يبدو أن يختبره، فأرسل إليه 4000 درهم و400 دينار، فقسمها أبو عبيدة ولم يبق منها شيئا. علمت ذلك، ولكن ماذا قال عمر عندما أخبره الرسول بما صنع أبو عبيدة؟ قال عمر: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا. الحمد لله. الحمد. الريح تصفي ترابا كالرماد، والناس يقولون هذا عام الرمادة. اشتد الجوع حتى صارت الوحوش تأوي إلى الأنس. هذا في كل مكان، في بلادنا وفي بلاد الروم. الرجل من القوم يذبح الشاة فيعافها من قيحها، وبدأ الطاعون من عمواس ينتشر بين الساكنين. حتى الخليفة عمر أقسم أن لا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيا الناس. يا معاذ. نعم. ما حال أهل المدينة؟ في أسوأ حال. لقد كتب عمر إلى أمراء الأنصار يستغيثهم، وسيصلك كتابه. وما حال الطعام في حمص وجوارها؟ بيت المال عندنا قادر على الغيث. سأكون بإذن الله أول من يقدم على عمر ب4000 راحلة من طعام. إن شاء الله، إن شاء الله. أين وصل مرض الطاعون؟ في ضاحية الشام، وقد يصل حمص في أيام معدودة. نرحل إلى المدينة قبل وصول الطاعون، ثم نعود إلى حمص، فإذا وصل المرض إليها لن نتركها أبدا. بل يجب أن مرض، إنه مرض خبيث. أنا فر من قضاء الله، ونترك الناس في أوجاعهم يا عبد الرحمن. أنا وولدي عبد الرحمن نبقى معك ونرحل معك، فوالله أنت أعز من ولدي وأعز من نفسي على نفسي. انظر يا أبي، بدأ الطاعون في حمص والوفيات عددها كبير. لا سبيل إلى منعه على ما يبدو يا ولدي. لقد انتشر في بلاد الشام كلها. رباه، من يوقف لنا طاعون عمواس؟ لا تخف يا ولدي، لا تخف من قضاء الله. من كتبت له الحياة سيحيا، ومن كتب له الموت فليستقبل الموت وصدره عامر بالإيمان. عفوك أبي. تعال، لقد عاد أبو عبيدة إلى حمص، ولحق به الخليفة إلى هنا خوفا عليه من الطاعون. يريد أن يعود به إلى المدينة. تعال يا ولد. يا أبا عبيدة، رحل الخليفة عمر والدمعة في عينه حزنا عليك. لقد تحمل مشاق الطريق ليبعدك عن طاعون عمواس وليخرج بك من حمص، ولكنك رفضت وأبيت. ألا ترى معي أنك تعرض حياتك للموت؟ أنا في جند المسلمين لا أجد في نفسي رغبة عنهم. لست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه. بكى عمر، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ فقال عمر وكأن قد: لماذا لا تنجو بنفسك يا أبا عبيدة والموت قريب منك؟ لا مفر من قضاء الله، ثم لن أترك الناس يا ابن عوف لكي أنجو بنفسي، فلست بأحسنهم ولا بأفضلهم، فلماذا تريدني أن أنجو بهذه النفس الوضيعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنك والله تعمل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، إذ سمعته يقول: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه.
والرسول الكريم قال: المطعون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد. لربما من خرج هربا من الطاعون من بلد طعن إلى بلد آمن نقل هذا المرض إلى الساكنين الأصحاء. لن أخرج يا ابن عوف، لن أخرج من هذا البلد. أبا عبيدة، دعني أنظر إلى الخنصر. إنك طعنت يا أبا عبيدة، لقد طعنت. إني لأرجو من الله أن يبارك فيه، فإذا بارك في القليل كان كثيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالرجل الذي سيخلف أبا عبيدة على الناس. أهلا بمعاذ بن جبل. أخلفك يا أبا عبيدة؟ أطال الله عمرك وجعلك آمنا وأمينا عمرا طويلا مديدا. بل تخلف الناس يا معاذ من بعدي. لقد أيها الناس، إنكم فقدتم رجلا ما أزعم والله أني رأيت بين عباد الله قط أقل حقدا ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حياء للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه. ترحموا على أبي عبيدة بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري، أمين الأمة،